الولد ده طول عمره بيجيب صفر في كل امتحاناته، وده مش لأنه غبي زي ما الناس فاكرة، لكن لأنه في الحقيقة عارف كل الإجابات الصح وبيتعمد يتجاهلها علشان يخلي الكل مصدق إنه مش فاهم حاجة. هو اختار يعيش بالدور ده مع إنه في الأصل عبقري محدش واخد باله منه. في يوم المدرسة أعلنت إنهم هيختاروا واحد من أحسن الطلبة علشان يمثل المدرسة في تحدي كبير على التلفزيون، واللي هيكسب مش بس هيظهر قدام الناس ويبقى مشهور، ده كمان هياخد مبلغ مالي محترم يقدر يغير بيها حياته. ومن باب العدل قررت تديهم امتحان بأسئلة من مسابقات سابقة. جاك أول ما مسك الورقة بصلها ببرود ونام، لكن فجأة افتكر إن الجائزة ممكن تساعده يساعد عيلته، وكمان يشتري عجلة جديدة لبنت أخته اللي بيحبها جدا. وقتها صحصح وبدأ يجاوب بتركيز. المدرسين قعدوا وقت طويل يصححوا وملقوش ولا ورقة كاملة، لحد ما واحد فيهم لقى ورقة سيمون وكان جايب درجة عالية جدا، فافتكروا خلاص إن مفيش أعلى من كده. لكن مدرس الفصل قال يكمل للآخر، وفجأة لقى ورقة بدرجة كاملة. الكل اتصدم لما عرف إنها ورقة جاك، نفس الولد اللي دايما قاعد في آخر الفصل وبيفشل في كل امتحان.